كل سنة الموضوع بيبقى صعب عليا. باكل بتاع الترمس ولا ارفعكوا على النت بسعر اقل من وزارة التربية والتعليم واضرب السعر. ايه الجحود ده يا ابني؟ انت ما عندكش ضمير؟ في حد يعمل كده في العلم؟ ده انتوا بينكوا عشرة. لا 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 يا بابا، اصل انت هتشلني يالا، دول ما تركبش بتمنهم تكسر الموقع. قول بقى انك عايز تشحتهم لابن اخوك اللي اصغر مني بس على جثتي. ايوه انا جهزت لك الكتب وبقى تعالى خدها بقى. لا مش قادر، ما نشوف بوست ايام قلاوي. كمان بوست عشان محدش شاف الاجازة. خلينا انا قاعد كده زي الضفدع المتطلقه. مش كنت رحت مع اصحابي الشمامين قدام مدرسه البنات؟ كان زماني لاقي كلبه اكلمها. الامنيات بتتحقق ولا انا عايزها في الحقيقه؟ ايه دي اللي عايزها في الحقيقه يا مراكم متعفن؟ عايز اعرف الحقيقه يا بابا، هتتحقق ولا ما تتحققش؟ بس تتحققش. بقول لك ايه، البس بسرعه عشان هنخرج دلوقتي. ايه ده انت بتتكلم جد؟ ده انا قاعد هنا والله، انا والمرتبه خلاص كنا هننتم مع بعض. طب هنروح فين؟ لو اتفقنا مش هنروح في حته. لا بص، ما انا ملبسش واسرح وانزل وتفضلوا قاعدين فاتحين فيس على القهوه وافضل انا قاعد زي الضفدع المطلعه تاني. انا معيش باقه وقاعد هنا في الواي فاي حاجي ومبسوط بصراحه. هنتقابل فين؟ يا عم اي حته، المهم ناخد القرار ده وننفذه. انا من الصبح بحاول اعمل اي حاجه ممتعه وكل ما اجي اعمل حاجه بتبوظ. طب بالله عليك لو نزلنا وفتحت فيس يبقى افتح لي نكته ساخنه. يا عم ماشي، خلص البس وتعالى نشوف هنروح فين. بس ايش يلا سلام. هلبس ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه الخرا فين التليفون؟ كان لسه جنبي. يا بابا فين الكشاف؟ مش شايف حاجه. هو النور طفى ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ طفى. انا جاي لك اهو، ما تقلقش يا حبيبي. لما النور يقطع دايما بتلاقي اب جاي بكشاف. مياو. يو معلش يا ابني اتزفلط مني. زفلط ايه؟ يا ترى ايه الصوت اللي بيجي بعديه خراب ده؟ مرة يبوظ الراوتر ومرة يطفي النور ويبوظ على الخروجة. نجيب الكمبيوتر ده بقى ونفرح شوية. لا ما مش لجنة تحكيم هرب ايدل، انا عارف الصوت ده كويس، ده صوت صفارة السجن. خد الكبيرة بقى، انت مسجون في البيت ده ومش هتخرج منه طول الاجازة، واي اختراق لحدود الطبيعة اليوم هيتعاد مع خصم عدد من ايام الاجازة. بلا بلا بلا، انتوا مين بقى؟ ابقى مسخر شياطين تبوظ عليا الاجازة؟ انا الطبيعة والواقع. بخرج واقع. انا هخرج غصب عنك دلوقتي واخرك هتيجي. تم اختراق حدود الطبيعة. الحمد لله طلع كابوس. شيت، انا نايم بقالي 15 يوم وانا ماليش اهلي يسالوا عليا ولا ايه؟ يا بابا بابا. ايه يا ابني نايت على ايدك والله. انا ما صحيتش قبل كده. ايه السؤال؟ يعني انا ما صحيتش ونمت وصحيت تاني؟ لا انا مش فاكرش بالي كتير اصلا، ولا اقول لك مش فاكر. رزق بيلجحني. هو اللي مش فاكر وجحيمي هو انت والطبيعه. وانت بتطلع من الاعتكاف بتاعك ده؟ ما انت طول اليوم في الاوضه، هشوفك فين؟ يعني ما شفتنيش باكل معاك وما شفتنيش في الحمام. ما شفتنيش في الحمام فين؟ لا ايه يا بابا ركز معايا يا بابا. انا نايم بقالي 15 يوم، الاجازه بتضيع. لا استنى بس، مين الصنايعي اللي حنطك 15 يوم ده؟ هاتوا نكسب من ورا ده. لا ما اعتقدش ان انا لما صحيت كنت ملفوف بمناديل، بس هي قوة الطبيعه هي اللي قالت لي ان انا اللي بعمل كده. خدت الاجازه بقى وجبت شويه روايات من تاليف شويه ملحدين وجاي تقول لي طبيعه وانا ما صحيتش قبل كده وشغل فراعنه. يا بابا صدقني كل ما اجي اعمل حاجه ممتعه بتبوظ، وكل ما اعمل حاجه بالعافيه بنام واصحى بعدها بفتره، والراوتر باظ. ايه الراوتر باظ؟ ده انا جايبه ده جاي مجاني. معلش كمل. انت كل الخرا ده عدى عليك والراوتر هو اللي شدك؟ امشي يا ابني الله يرضى عليك ويغفر لك بشغل الضرب والروايات اللي انت عايش فيه ده. اثبت انت مين؟ انا مش نادي ومش خارج. يا نادي مش عايز افصلك من فكره الهبل والله، بس لو نازل يبقى هات لي بيبس. رايح فين؟ انت اطرش. مش رايح في حته، بتمشى في الشقه. الباب خبط ولا ايه؟ ايه ده؟ لا ما خبطتش. يا عم الغتاتة دي انتوا متفقين عليها كلكم ولا ايه؟ وبعدين تقولش هطلع حر المسجد الاقصى، هو انت خبطت وافتح يا طبيعة. لا كوتشي. تم اختراق حدود الطبيعة. ما عرفتش اهرب. اسبوع طار عشان حاولت اهرب. حلو قوي، يعني كل ما اجي اعمل حاجه ممتعه يطلع لي صوت يقول لي تم اختراق حدود الطبيعة. كنت لسه هقولها. اذن هي الحرب. الو، ما تيجي نخرج؟ لا انا قاعد على السرير مش قادر اتحرك ومعيش فلوس اروح في حته اساسا، وبقى متخانق معايا وانا انزل اشتغل طول الاجازه عشان انا اللي اصرف على نفسي من هنا ورايح على تعليمي. حبيبتي لسه سايباني. ده المكالمه بتطلع تراب من كميه البؤس دي. منظر عيال في اجازه. ده بقى اغنى واحد فينا، يعني زمان ابوه بيخلص صفقه في الصين وهو قاعد مش عارف يصرف فلوسه فين.
الو يا صاحبي، مش هنخرج بقى ولا ايه؟ معلش الهوا عندي شديد، مش هعرف اسمعك كويس. انا في البحر على الساحل، انت ما خرجتش ولا ايه؟ لا ده انا في الغردقه جنبك. انا بس بقول لك يعني مش هنخرج لما نرجع وكده. اكيد لما ارجع اكلمك. سلام. بقى الجربوع ده يسافر وانا قاعد هنا الطبيعه خاني. تم اختراق حدود الطبيعة. طالما الطبيعه سابتني اعمل التليفون ده، يبقى هي عارفه ان انا مش هخرج. ماشي. يا الطبيعة رضيت عني ولا ايه؟ الحمد لله سابتنا تشيك. نخرج بقى؟ نخلد للنوم بقى ولا ايه؟ لا مفيش حاجه بابا، خش انت جوه. الجو حر عندي جوه بس الشقه. تخرج تتهوى ولا انت واخد الاجازة تقعد في البيت؟ نفسي والله، بس قوانين الطبيعه مش تسمح بكده. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي. ان شاء الله لو افتكرت اي حاجه عايزها من تحت بقول لي، جايز يبقى عذر كده بس. ده من امتى؟ بعدين بقى على سنك مش متفق مع الباب. يلا انا خارج. ايه ده؟ كل ده عشان وانت انا خارج؟ امال لو كنت خرجت؟ بقول لو كنت في ايه؟ بس يا بابا كده مش هفتح. ومش عايز تفتح ليه؟ انت عايز هدوم بيتي ولا خروج؟ ايه ده انت مالك؟ انا ممكن اخرج بهدوم البيت عادي. معلش بقى صديقي، الطبيعة تحكم. هجيب كبريت واحكم عليك بالاعدام. خلص. الجرس بيرن. ايه انت ازاي هنا وكده؟ ايه يا ابني انت طبيعي؟ بس ما تجيبش الطبيعه على لسانك. طب يلا عشان نخرج. انا اعرفه غلط. بس يا سيدي، والطبيعه حبساني هنا كل شويه تقول لي تم اختراق حدود الطبيعه. معلش. معلش ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتحس على والدتك. طب هنخلي الخروج الخميس ولا الجمعه؟ مع اي حكاكه مش هنخرج، من بقالي ساعه بحكي لك. لا هنخرج. الكلمه دي بتعصبها، انا خايف عليك. اقعد ساكت. لا هنخرج ودلوقتي كمان. تم اختراق حدود الطبيعة. كناش هنخرج. برجعي بدري بقى عشان ابقى عصبي. يا جزا منتنا. هو انا ليه مش بطير؟ بس انا لقيتها هحفر خندق بمعالق الشوربه او هطير. لازم اطير بره البيت ده. انت خارج بخطط لده. طب حط الزبالة معاك في الخطة بس. ده لو خرجت. بقول لك ايه، انت مش لابس ونازل؟ ما جوه الطبيعه مش هتسمح بكده. جوه طبيعة يعني ايه؟ الطبيعه سايبه نظام الكائنات الحيه والجبال والانهار وجايه تبوظ الاجازه بتاعتي. فضا يا عم فضا. ليه؟ انت عارف لو ما كانتش جت ما كنتش هخرج. ما كنتش هخرج. انا ما ده طبيعه اصلا فيا يعني. ليه؟ بابا انت خرجت في الاجازه قبل كده؟ يا تفكرني بالذي مضى. فاكر الحاج حنف الله يرحمه؟ لسه بيجي لي في الحلم لحد دلوقتي يقول لي ايه بقى مش هنخرج. تقريبا انك تخرج في الاجازه حاجه فوق الطبيعه. ازاي يعني؟ ايه ديس بس عينيا. يا بابا خلص. في واحد بس في العالم ساب طريقه واحده بس في العالم تقدر تتخلص بيها من اللعنه. لسه قاريها في منتدى من شويه. ايه ده بتخلص منها؟ لا هو قال بس كانت واقفه معاه على شويه ملح ما عرفش ينزل يجيبه. في هنا ملح. امك واي نيزا. امك واي نيزا. امك واي نيزا. المفروض كنت تشوتم في بقك يا راجل. كمل. انت بتلحن. خلصتوا؟ يا لسه عايشه. تم اختراق حدود الطبيعة. برضه اختراق. انا لو هكر مش هتقل شهر واعمل لي فيها ساحر. ايه لما انت مش ساحر بتجود ليه؟ ايه يا ابني؟ وزعبلاتك بامك ويواتك اغضبت الطبيعه. ايه عينيا؟ وضيعت لي شهر من اجازتي. انت متضايق بقى عشان الدروس بدأت والاجازه ضاعت. ايه يا ابني؟ انت مش ندمان؟ ايه ده انت اشتغلت مع ريم سعيد؟ تصوروا ايه هنا؟ ابني يقتل ابوه بمسدس خرز؟ يعني برضه مش مقتنع ان في نظام كوني مش موافق ان انا اتبسط في الاجازه. لا مش عايز ابوه بمسدس خرز. لا كده حلو يلا. كل ما افرح تقول لي تم اختراق حدود الطبيعه. لا مش عايز ابوه بمسدس خرز. حاطط فيها قد ايه؟ شوف بقى اما اقتلك واقتل نفسي هتقول ايه؟ تم اختراق حدود الطبيعة. قوم يا ابني انت هتقضي اول يوم اجازه نوم. عايزين طلبات من تحت. ايه ده؟ انت ما متش؟ واول يوم اجازه؟ انا كنت بحلم. انا مش هسيب حته غير لما اروح واخربها. تم اختراق حدود الطبيعة. امال احنا هنوصل نص مليون مشترك امتى؟ والله لو كل مشاهد عمل اشتراك هنوصل مليون مش نص مليون. يعني الفيديو ساعات بيجيب مليون و2 مليون. لو كل مشاهد داس اشتراك هيشجعنا نعمل حاجات احسن
هنوصل طب ما مليون. تعملوا اشتراك. قول لهم يلا. اعملوا اشتراك.